ده حباب مضاد نحن صراحة بنعزي كل الشعب السوداني في بنيتنا بشوايد، لأنه ما فقد زول معين ولا فقد قبيلة معينة ولا حلة معينة. بشوايد فقد الشعب ده كله تفاعل مع هويته، وأي زول بيستاهل بيته يعيش في بيته. نحن المفروض كان نخلي السجيت يبدأ لنا الموضوع ده، لكن أبو طالب وأنا خارج الحلقة أرسل لي رباعيتين. أبو طالب محمد أخوي بيرسي فيها بشوايد، بقول همدت شمعة الدال المنورة ليلنا، وغابت شمسنا كانت بتسدد حيلنا، يا بشرب شوايل ميلت بيشيلنا وين ضوء القميرة، أرفيه نرمش ما تلوموني ما دام شوايل راحت لها الرحمة وليها المغفرة. نحن نشوف السجيت في قصيدة بشوايد بغنيها السجيت نشوفها ونجي راجعين تاني، وبعد ما نجي كمان ناخد فاصل ذاته وقته وغادي غادي. عطيان الزمن الغالي كل دقيقة بتبني عسية، وتبقى عجايب الدنيا تمانية لما تسمع قصة العينية، قصة العينية. أول قبل الإسلام نسهل وآخرها الصيام عينية، زمن البيت بتبوش لأبوها تقنو برضه بتدخل حية، هي طفيلة ملاني براء بتنشر حب وصفاوة نية، وتدقش من دخش الله الماكن صدمتها وحمى العشية، ربيت بين نزاهة وابوها أمها مد سنين منسية، ربيت بين نزاهة وابوها أمها مد سنين منسية، وريا كما الجنيات في الحلة بتكتب تحت السنانية، يوم الكان